أتدرون استنيت هذه الحلقة بفارغ الصبر لأنه فيها مشكلة شائعة عند كل البني آدم، وأنا وياكم راح أتعلم منها. السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست أو ملخص كتاب جميل جدا. أريد أن أسألكم أولا سؤالا في غاية الأهمية: لماذا نستيقظ أحيانا نشعر وكأننا لم ننم؟ ولماذا يؤثر نقص النوم على قراراتنا وصحتنا وحتى على علاقاتنا؟ هل فكرت يوما في السبب الذي يجعلك تشعر وكأن عقلك ليس في أفضل حالاته رغم أنك نمت طوال الليل؟ ولماذا بعض القرارات التي نتخذها بعد ليلة بلا نوم قد تكون أسوأ من قراراتنا في أي يوم آخر؟ قد يعتقد البعض أن النوم مجرد راحة للجسد، ولكن الحقيقة أعمق من ذلك بكثير. الحقيقة التي نحن بصدد كشفها اليوم في حلقتنا: النوم ليس مجرد وقت نضيعه تحت الغطاء، بل هو مصنع سحري يعيد بناء جسدك وينظف عقلك ويجهزك لمواجهة يومك بكل طاقتك. تخيل أن هناك زرا لإعادة تشغيل جسدك وعقلك، ولكن للأسف نغفل عن الضغط عليه بالطريقة الصحيحة. هذا ما سنتحدث عنه بأسلوب سهل وخفيف مع كتاب من أفضل الكتب التي تحدثت عن العلاقة الأساسية بيننا وبين النوم بصفة عامة، وهو كتاب لماذا ننام للكاتب ماثيو ووكر. في كتابه لماذا ننام يكشف الدكتور ماثيو ووكر عن أسرار النوم التي لم تعرفها من قبل، كيف يؤثر على دماغك، على صحتك، على حياتك كلها، وكيف أن نومك يمكن أن يكون العامل الحاسم بين النجاح والفشل. ولكن السؤال الأهم هنا: هل تعرف كيف تنام بشكل صحيح؟ حسناً، اليوم سأجعلك تعيد النظر في كل لحظة قضيتها مستيقظاً بلا داع، فاستعدوا لأننا سنكتشف لكم أسراراً قد تغير حياتكم عند معرفتها. ببساطة هذا الكتاب هو خلاصة خبرة طويلة وتجارب علمية ضخمة وضعها ووكر بين أيدينا لتجيب على سؤال واحد مهم، ألا وهو: لماذا ننام؟ ولكن قبل أن ندخل في تفاصيل الكتاب، دعونا نتعرف على الشخص العبقري وراء هذه الصفحات، وهو الدكتور ماثيو ووكر، أستاذ في علم الأعصاب وعلم النفس بجامعة كاليفورنيا بيركلي. هذا الرجل ليس مجرد باحث عادي، بل واحد من أبرز الخبراء في مجال النوم على مستوى العالم، وقد قضى سنوات طويلة يدرس النوم وتأثيره على الدماغ والجسم، وشارك في أبحاث غيرت الطريقة التي ننظر بها إلى هذه الظاهرة. بالإضافة إلى ذلك قاد مختبرا بحثيا كاملا مخصصا لدراسة النوم، وظهرت أعماله في مجالات علمية مرموقة وأشهر البرامج التلفزيونية. ولكن ما الذي دفع الدكتور ماثيو ووكر لتأليف هذا الكتاب؟ القصة بدأت من ملاحظته لظاهرة غريبة عندما لاحظ أننا نعيش في عصر نمتلك فيه كل هذه التكنولوجيا والمعرفة، ولكننا ببساطة لا ننام بما يكفي. والأدهى من ذلك أن الناس يستهينون بالنوم وكأنه شيء غير مهم، بينما الحقيقة أن قلة النوم أصبحت كارثة عالمية تؤثر على صحتنا وإنتاجيتنا وحتى على علاقاتنا. ووكر أراد أن يدق ناقوس الخطر. لماذا؟ لأنه خلال سنوات عمله في الأبحاث لاحظ رابطاً مرعباً بين قلة النوم وارتفاع نسب الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب وضعف المناعة والاكتئاب. الدافع الحقيقي وراء هذا الكتاب هو رغبة ووكر في أن يفهم الناس أن النوم ليس مجرد رفاهية، بل ضرورة للبقاء في أفضل حال جسديا وعقليا. أراد أن يمنحنا فرصة لإعادة ضبط علاقاتنا بالنوم قبل أن ندفع ثمن
تجاهلنا له. بعبارة أخرى، هذا الكتاب هو صرخة تحذير علمية، ولكنها مملوءة بالأمل أيضا. في بداية الكتاب سأل الدكتور ماثيو ووكر سؤالا مهما جدا، وهو لماذا النوم مهم؟ وقبل أن نجيب عن السؤال دعونا نكون واقعيين. كلنا نحب النوم، ولكن هل فكرتم يوما لماذا هو ضروري إلى هذه الدرجة؟ وماذا يحدث لجسدنا أثناء النوم يجبرنا على الحاجة الملحة له كل يوم؟ حسنا، سأخبركم. في كتابه لماذا ننام يقول الدكتور ماثيو ووكر أن النوم يشبه زر إعادة التشغيل لجسمك وعقلك. على سبيل المثال، تخيل أن جسمك مثل جهاز كمبيوتر، لو تركته يعمل طوال اليوم بلا توقف سيبدأ بالبطء وقد يعلق فجأة، أليس كذلك؟ النوم هنا هو ذلك التحديث اليومي، حيث يصلح الجسم نفسه ويستعيد طاقته. فمثلا إذا تعرضت لإصابة بسيطة أو شعرت بالإرهاق، فجسمك أثناء النوم يطلق هرمونات النمو التي تعالج هذه المشاكل. في كتابه يوضح ووكر أننا أثناء النوم ننتقل بين مرحلتين أساسيتين: النوم العميق No Dream، ونوم الأحلام Dream. أولا، النوم العميق No Dream، هذه هي مرحلة الصيانة. في هذه المرحلة يدخل الجسم في وضع إصلاح شامل، تسترخي العضلات وينخفض ضغط الدم ويبدأ الجسم في إعادة بنائه. والأهم، هذه المرحلة هي وقت معالجة الذكريات والمعلومات التي اكتسبتها خلال اليوم الكامل. بمعنى آخر، إذا كنت تذاكر وتتعلم شيئا جديدا، فهذه المرحلة هي التي تثبت المعرفة في دماغك، صدق أو لا تصدق. تخيل أن دماغك مثل مكتبة ضخمة مليئة بالكتب، وفي النوم العميق يوجد أمين مكتبة ينظم الفوضى ويرتب كل شيء في مكانه الصحيح. ثانيا، لدينا نوم الأحلام Dream. هذه المرحلة الأكثر إثارة، وهي الوقت الذي تبدأ فيه الأحلام، ويبدأ دماغك في هذه المرحلة يعمل كأنه يشاهد فيلما خياليا. ولكن وظيفة Dream ليست تسلية فقط، بل هي الوقت الذي يعالج فيه دماغك مشاعرك وتجاربك العاطفية. مثال علمي: لو مررت بموقف محرج أو تجارب صعبة، فالنوم في مرحلة Dream يساعد الدماغ على فلترة المشاعر الزائدة وربطها بتجاربك السابقة. لذلك نلاحظ أننا نستيقظ ونشعر أننا أكثر هدوءا، أو قادرون على رؤية المشكلة من زاوية جديدة. الأمر المدهش هو أن دماغك أثناء Dream يكون نشيطا جدا، لدرجة أنه يستهلك طاقة كأنك مستيقظ، بل وأكثر أحيانا. قد يظن البعض منكم أن هذا الحديث فيه مبالغة كبيرة عن النوم. حسنا، ولنفترض ذلك. في كتاب لماذا ننام ذكر الدكتور ماثيو ووكر عددا كبيرا من الدراسات التي تبرز المخاطر الكبيرة لقلة النوم، وسأشرح بعض الأمثلة المهمة من هذه الدراسات. دراسة كبرى أشار إليها الكتاب تظهر أن النوم أقل من 6 ساعات يوميا يزيد بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. وقلة النوم تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة مستويات الكورتيزول، وهو هرمون التوتر، وذلك يمثل عبئا كبيرا على القلب. في تجارب أخرى أثبتت أن النوم أقل من 7 ساعات يقلل من كفاءة جهازك المناعي. وفي تجارب مخبرية تم حقن المشاركين بفيروس الإنفلونزا، وتبين أن من ناموا أقل من 5 ساعات كانوا أكثر عرضة للمرض، مقارنة بمن نالوا قسطا كافيا من النوم. بحث ووكر أيضا في الروابط بين قلة النوم والإصابة بأنواع معينة من السرطان، مثل سرطان القولون وسرطان الثدي. وجد أن النوم السيء يسبب اضطرابا في إفراز هرمون الميلاتونين، وهو هرمون ينظم دورة النوم، وله خصائص مضادة للسرطان.
وفي دراسة أخرى حديثة أجراها ووكر بيّنت أن قلة النوم تساهم في تراكم بروتين بيتا أميلويد في الدماغ. أعتذر إن كان النطق غير صحيح فصححوا لي في التعليقات. وهو البروتين المرتبط بمرض الزهايمر. أما النوم الجيد فيساعد على تنظيف الدماغ من هذا البروتين الضار، وهو ما يفسر أهمية النوم العميق للصحة العقلية على المدى الطويل. أضف إلى ذلك دراسات أجريت على موظفين في شركات مختلفة أثبتت أن قلة النوم تؤدي إلى انخفاض التركيز بنسبة تصل إلى 30%، مع زيادة في الأخطاء المهنية والحوادث. الشركات التي شجعت موظفيها على تحسين جودة نومهم لاحظت زيادة في الإنتاجية وانخفاضاً في نسب الغياب. الدراسات التي استعرضها الدكتور ماثيو ووكر تثبت بشكل قاطع أن النوم ليس رفاهية وليس كسل، بل هو ضرورة حيوية، وهو أذكى قرار يمكنك أن تتخذه لصالح جسمك وعقلك. وهنا يأتي السؤال الأهم: كيف ننام بشكل صحيح؟ ولكي نجيب عن هذا السؤال لابد أولاً أن نعرف ما هي الأسباب التي تمنعنا الآن من النوم بشكل صحي وتطير شعور النعاس من عقولنا. في هذا الكتاب لماذا ننام يوضح الدكتور ماثيو ووكر بعضاً من أهم الأسباب التي جعلت نومنا يتراجع في العصر الحديث. لدينا الضوء الصناعي. الإضاءة الكهربائية هي أكبر الأسباب التي تساهم في تقليل نومنا. فهل تعلمون أن دماغنا يعتمد على الضوء الطبيعي ليعرف متى يحين وقت النوم؟ عندما تغيب الشمس ويختفي الضوء يبدأ جسمنا في إفراز هرمون يسمى الميلاتونين، وهو المسؤول عن شعورنا بالنعاس. ولكن الآن ومع وجود الضوء الاصطناعي في كل مكان من المصابيح إلى الشاشات يشعر دماغنا وكأن النهار لم ينتهي بعد، وبالتالي نواصل البقاء مستيقظين لساعات أطول. ثانياً التكنولوجيا والشاشات. من منا يستطيع إطفاء هاتفه قبل النوم؟ الحقيقة أن الشاشات تؤثر بشكل كبير على جودة نومنا. عندما نستخدم الهواتف أو نشاهد التلفاز في الساعات المتأخرة فإن دماغنا يبقى نشيطاً وغير قادر على الاسترخاء، ونتيجة لذلك يصبح من الصعب أن نغفو بشكل سليم. ثالثاً الحياة السريعة. في هذا العصر الجميع مشغولون سواء في العمل أو الدراسة أو الالتزامات اليومية. كثير منا يظن أنه يمكنه التضحية بنومه لتحقيق المزيد من الإنجازات، ركزوا، ولكن ذلك يؤدي إلى تراجع الأداء في اليوم التالي. قلة النوم تؤثر على إنتاجيتك وتجعلك تشعر بالضيق والتعب طوال اليوم. رابعاً الكافيين. من منا لا يحب فنجان القهوة؟ أنا. ولكن المشكلة أن الكافيين يبقى في الجسم لفترة طويلة بعد تناوله، مما يمنعنا من الاسترخاء بشكل كامل في الليل. حتى وإن شربت قهوتك في وقت مبكر فإن تأثيرها قد يظل موجودا لساعات. خامساً القلق والإجهاد. العقول في هذا العصر دائما في حالة تفكير، سواء بشأن العمل أو الحياة أو أي شيء آخر. هذا القلق المستمر يجعل من الصعب على الدماغ أن يهدأ ويستعد للنوم، وبالتالي يصبح النوم أكثر صعوبة مع كل فكرة تطرأ في ذهننا. والآن حان الوقت للجواب عن السؤال الأكثر أهمية. كثير من الناس يقولون إنني لا أعرف كيف أضبط نومي ولا كيف أغير تلك العادات لأنام بسهولة. هنا يقدم الكاتب ماثيو ووكر بعض النصائح التي تساعدك على تحسين النوم بشكل طبيعي. وأهم هذه النصائح هي أن تحترم مواعيد نومك. نعم، النوم ليس مجرد مسألة متى أنام، بل يتعلق بالانتظام في مواعيد النوم. الدكتور ووكر يشير إلى أن الدماغ يفضل الروتين. عندما تذهب إلى الفراش وتستيقظ في نفس الوقت كل يوم حتى في عطلات نهاية الأسبوع فإن ذلك يساعد على تنظيم ساعتك البيولوجية. ثانياً التخلص من الشاشات قبل النوم. إحدى أهم النصائح التي يقدمها ووكر هي التوقف عن استخدام الشاشات قبل ساعة على الأقل من النوم، لأن الشاشات سواء كانت هواتف أو حواسيب أو تلفاز تصدر أضواء زرقاء تؤثر على إفراز هرمون الميلاتونين،
وهو الذي يساعدك على الاسترخاء والدخول في نوم عميق. ثالثاً، وفر بيئة نوم مريحة. الدكتور ووكر ينصح أيضاً بتوفير بيئة هادئة ومريحة للنوم. غرفة النوم يجب أن تكون مظلمة، باردة نسبياً، هادئة. الإضاءة الزائدة والضوضاء أو الحرارة العالية تؤثر سلباً على نومك. وإذا لم يكن لديك خيار في ظلمة المكان، جرب استخدام قناع العينين. وإذا كانت الضوضاء مزعجة، جرب سدادة الأذن، عادي جداً. رابعاً، كن حذراً مع الطعام والشراب. نعم، واحدة من النصائح المهمة جدا في الكتاب أن تتناول الأطعمة الثقيلة أو المشروبات المنبهة. هذا ليس بجيد يعني في الليل، مثل الكافيين والنيكوتين قبل النوم، هذا قد يعطل نومك. فحاول أن تتجنب تناول الطعام الثقيل أو القهوة قبل 4 إلى 6 ساعات من النوم. فإذا شعرت بالجوع قبل النوم، فاختر وجبة خفيفة تحتوي على البروتين، عادي جدا. خامساً، مارس الرياضة ولكن في الوقت المناسب. ممارسة الرياضة تساعد بشكل عام في تحسين جودة النوم، ولكن إذا مارست الرياضة قبيل النوم قد يؤدي إلى تنشيط الجسم ويجعل من الصعب أن تسترخي، لذلك يفضل ممارستها في وقت مبكر من اليوم. سادساً، تجنب النوم الزائد في النهار. إذا شعرت بالحاجة للنوم خلال النهار، تأكد أن تكون القيلولة قصيرة ولا تتجاوز 20 إلى 30 دقيقة حتى لا تؤثر على نومك ليلاً. سابعاً، تعامل مع القلق بشكل أفضل. وأخيراً، القلق هو أحد العوامل التي تؤثر بشدة على نومنا. الدكتور ووكر يشير إلى أهمية تعلم كيفية إدارة التوتر. يعني هناك طرق مثل التأمل، القراءة، الاستماع إلى القرآن. هذه يعني كانت من عندي، هو قال الاستماع إلى الموسيقى، ولكن أنا يعني بما أنه نحن مسلمون، هو الاستماع إلى القرآن يريحنا. وهذا كله يساعد في تهدئة عقلك ويهيئك للنوم. وبذلك نكون قد انتهينا من رحلة اكتشاف النوم وأسراره العميقة. كما رأينا أن النوم ليس مجرد وقت للراحة، بل هو عملية حيوية معقدة تساهم في تجديد جسدك وعقلك على حد سواء. من خلال فهمنا لأهمية النوم واتباع بعض النصائح البسيطة التي قدمها الدكتور ماثيو ووكر، يمكننا أن نعيد حياتنا اليومية إلى مسارها الصحيح ونحسن من إنتاجيتنا وتركيزنا. والآن، بعد أن تعلمنا كيف أن النوم يؤثر في كل جانب من حياتنا، هل ستبدأ في تطبيق هذه النصائح أم ستظل تقاوم النوم وتعتبره مجرد ترف؟ شاركونا آراءكم وتجاربكم في التعليقات، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الاشتراك واللايك. مع السلامة، نلتقي في موضوع آخر.